قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والصلاة على النبي. تحدث المدير الفني الفرنسي ومدرب منتخب أوغندا بول بوت لجريدة النصر عن الانطلاقة القوية للمنتخب الوطني الجزائري في تصفيات مونديال 2029. وقال بول بوت: لقد كنت أتوقع هذه البداية القوية للجزائر التي تعتبر المرشح الأبرز للتأهل، فقد كشف أشبال بالماضي نواياهم مبكرا بعد تحقيق العلامة الكاملة في التوقف الدولي الماضي. وأضاف بول بوت: كل المعطيات تشير إلى تأهل المنتخب الجزائري إلى مونديال القادم، لا سيما بعد سقوط منتخب غينيا، وهي النتيجة التي كانت في صالح الخضر. وعن بطولة إفريقيا قال مدرب اتحاد العاصمة السابق بول بوت: تمنيت المشاركة في هذه الطبعة، لكن للأسف. وعن المنتخبات المرشحة فإنه أمر صعب التكهن، ولكن هناك 5 منتخبات ستلعب الأدوار النهائية، هم كوت ديفوار، السنغال، مصر، الجزائر والمغرب.